لقد بدأ الناس في تناول الشوكولاتة بداية من عام 2750 قبل الميلاد. في الواقع كان الإنسان القديم معجبا للغاية بالشوكولاتة حتى استخدمها كدواء، وحتى في الطقوس الدينية. اليوم تتوفر هذه الحلوى في كل مكان على الكوكب، حيث تقوم الشركات بشحن ما يصل إلى 3 ملايين طن منها كل عام. فكيف يتم ذلك؟ رحلتنا تبدأ من المكسيك، حيث كانت موطنا سابقا للمايا الذين كانوا أول من اكتشفوا أسرار شجرة الكاكاو. تحتاج شجرة الكاكاو إلى ظروف محددة للغاية للنمو، مثل درجة حرارة تصل 25 درجة ورطوبة تصل إلى 80% أو أعلى، وهي ظروف تتوفر فقط في بعض المواقع على طول خط الاستواء على الأرض، وإحدى هذه المواقع هي التي احتلتها المايا. حتى يومنا هذا تأتي غالبية إمدادات العالم من الكاكاو من هذه المنطقة، ولم يتغير الطريقة التي تم فيها حصاد الكاكاو كثيرا منذ عصر المايا. قد يعود أساسا إلى أن شجرة الكاكاو حساسة للغاية، والقرون لا تسقط ببساطة على الأرض. لهذا السبب يتم قطعها يدويا واحدة تلو الأخرى. يمكن أن يكون هذا عملا متعبا، ولا يصبح أسهل أكثر لأن الحبوب يجب أن يتم استخراجها يدويا أيضا، وهذا يعني أنه يجب على كل عامل أن يجلس ويستخرج حبوب الكاكاو الذي في هذه المرحلة يغطيه لب أبيض لزج. إذا كنت تعتقد أن ذلك لا يشبه الشوكولاتة على الإطلاق فأنت على حق. لم تمر حبوب الكاكاو بعملية حاسمة بعد حتى يتحقق شكلها ورائحتها. توضع الحبوب واللب في صناديق تخمر خاصة مغطاة بأوراق الموز، حيث يتم الاحتفاظ بها لمدة 3 إلى 6 أيام. هذه العملية مهمة لأنها لا تقتل البكتيريا وتتخلص من اللب الأبيض فحسب، بل تعطي الحبوب لونها وطعمها البني المميز. الحبوب المخمرة تكون جاهزة للوضع في الشمس للتجفيف. يتم ذلك أساساً لإزالة الرطوبة ومنع نمو الفطريات أو البكتيريات أو العفن، ويترتب على ذلك أيضاً فوائد إضافية من تطوير نكهة الحبوب. بمجرد الانتهاء من ذلك تكون الحبوب جاهزة لرحلتها إلى المصانع في جميع أنحاء العالم. بعد وصول الحبوب إلى المصنع يفحصها فريق متخصص من فريق ضمان الجودة. تشمل هذه العملية قطع الحبوب للتأكد من أن لديها اللون الصحيح والمطلوب. بمجرد الموافقة من قبل فريق ضمان الجودة تذهب الحبوب إلى مصنع معالجة متخصص، حيث يتم تحميصها أولاً على شاشات، ثم في اسطوانات دوارة يتم تفريغ الهواء المسخن من خلالها على مدى 30 دقيقة إلى ساعتين. يتم تقليل الرطوبة في الحبوب من حوالي 7% إلى حوالي 1%. تثير عملية التحميص أيضاً ردة فعل تحميرية تجعل أكثر من 300 مادة كيميائية مختلفة موجودة في حبوب الكاكاو تتفاعل. تبدأ الحبوب الآن في تطوير النكهة الغنية التي نرتبط بها مع الشوكولاتة. الآن بعد الانتهاء من التحميص يجب أن يفصل لب الكاكاو أو اللب بسهولة عن القشرة. تقوم المصانع بذلك باستخدام آلة تسمى المجرشة. داخل الجهاز تفصل الأرفف الاهتزازية بين اللب والقشور التي يتم تفريغها عن طريق مروحة، تاركة اللب الثمين جاهزا للمرحلة التالية. ثم يتم طحن اللب وتحويله إلى عجينة بنية داكنة، وهذا هو المكان الذي تبدأ منه الأمور حقا في التحرك بسرعة. تغيير عملية الطحن تكوين الشوكولاتة حتى تخرج من الطاحونة تشبه شرابا كثيفا. هذا الشراب الفعلي يميل إلى أن يكون له رائحة تشبه الكحول ويسمى مشروب شوكولاتة. إذا كان الهدف هو صنع مسحوق الكاكاو فقد يتم معالجة مشروب الشوكولاتة بمحلول قوي. ما تفعله هذه العملية هو تغيير لون الكاكاو ليجعله داكنا أكثر ويجعل طعمه أكثر اعتدالا مع الحد من انتشار اللب. يتم إزالة الدهون من مشروب الشوكولاتة القوي، حيث يتم إزالة كميات كبيرة من الدهون أو زبدة الشوكولاتة منه، المعروفة عادة باسم كعكة الضغط. ثم يتم تقطيعها أو سحقها قبل أن يتم تمريرها من خلال غربال لإنتاج مسحوق الكاكاو. هل تتذكر زبدة الكاكاو التي تمت إزالتها من قبل؟ إنها ليست عنصرا يتم التخلص منها، بل هي مكون أساسي في إنشاء الشوكولاتة. يتم مزجها مع مشروب شوكولاتة في عملية تسمى المكنش، والتي تعطي الشوكولاتة نسيجها الناعم واستقرارها. قد يتم إضافة عناصر أخرى مثل الحليب المجفف والسكر أو الفانيلا حسب نوع الشوكولاتة التي يتم إنتاجها. في الواقع تم صياغة هذه الممارسة بواسطة مصنع الشوكولاتة السويسري دانيال بيتر في عام 1885 عندما اخترع الشوكولاتة بالحليب من خلال مزج حليب مجفف. تم تطويره من قبل هنري نيسلي مع مشروب الشوكولاتة،
الآن بعد تحقيق القوام حان الوقت لمنح شوكولاتة القصة وشهادة براءة اختراع خاصة بها. يتم ذلك من خلال عملية تسمى التلبيد، حيث يتم تسخين الشوكولاتة ببطء ثم تبريدها. ما يقوم به ذلك هو تغيير البلورات داخلها، مما يعطي الشوكولاتة تكوينا موحدا في جميع أنحائها. بمجرد تلبيدها تكون الشوكولاتة جاهزة للصب في قوالب لصنع ألواح شوكولاتة. يتم القيام بفحص نهائي للتأكد من عدم وجود فقاعات هوائية وأن الشوكولاتة نظيفة، ثم يتم لفها بورق أو عبوة ورقية للحفاظ عليها طازجة. قد يبدو ألواح الشوكولاتة هذه صغيرة، ولكن الصناعة تحقق ما يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً.